بنت حواء لما بتحب بتقدر تعمل المستحيل. دي القناعه اللي اتكونت عندي في الفتره الاخيره خلال اخر سنتين بالذات، لما بتشوف قصص وبتسمع حواديت من الناس، ولما بتقعد تتكلم، ولما بتشوف حتى في محيط دوائرك او دوائر الناس اللي حواليك بتسمع حاجات زي كده، بتتاكد من هذا المعنى. بنت حواء لما تحب، وحط تحت كلمه لما تحب دي مليون خط، لما تحب بتقدر تعمل المستحيل علشان خاطر الشخص او الحاجه اللي هي بتحبهم. عبد الرحمن ابراهيم شاب مصري خريج كليه هندسه، عنده حاليا 29 سنه. عبد الرحمن من محافظه من محافظات الدلتا، تحديدا من قريه تابعه المركز، تابعه المحافظه من محافظات الدلتا. بيقول الناس ممكن يعني يتبادر لذهنهم ان انا ما دام باعت بقى رساله بيقول ان انا من قريه ان احنا بقى ايه عندنا اطيان وبتاع. لا خالص، احنا اسره بسيطه جدا. والدي بيشتغل موظف في هيئه البريد، وعايش في البيت انا وامي ووالدي وجدتي. وجدتي دي بقى هي نورت البيت بقى، يعني دي الست اللي ايه اللي كلنا عايشين ببركه وجودها وبركه حضورها وسطينا يعني. وكان في علاقه حب خاصه بيني وبين جدتي، يعني كل اللي يشوفها يحلف بيها. يعني هي شايفه انا الابن الوحيد او الحفيد الوحيد يعني ليها، والابن الوحيد لابنها، وكميه الحب اللي بتحبها لي غير طبيعيه، لدرجه ان هي كانت مسمياه، يعني ما بتقولوش يا عبد الرحمن، تقول له يا ضي عيني، يعني ضي عيني. فيجي مثلا ينده عليها يقول لها يا ستي، تروح تقول له نعم يا ضي عيني. يتعب مثلا او يعيا شويه فتقول للي حواليها ضيعيني بعافيه. فكلمه ضيعيني حتى لما ربنا كرم وتفوق في الثانويه العامه ونجح وجاب مجموع كبير وهيحقق بقى حلم والده انه يدخل كليه هندسه، كانت تقول ضيعيني طولنا السما بايدينا. فكلمه ضيعيني بالنسبه لها، بالنسبه للحاجه عائشه، هي مرادف لايه؟ لحفيدي عبد الرحمن. بتعدي الايام وبينجح عبد الرحمن في الثانويه العامه وبيجيب مجموع كليه هندسه. فالمشكله بقى ان هم اسره بسيطه، والمشكله ان هم كليه هندسه جاله بقى التنسيق بتاعه ان هو يدخل هندسه فين؟ في القاهره، جامعه القاهره. هو كان عايز كده. المشكله عارف كده لما تقعد انت ايه ما تعملش حساب الحاجه لغايه ما تحصل، وبعد كده تيجي تتفاجئ بيها، مع ان انت كنت ممكن لو فكرت تعرف انها هتحصل لك بعد كده مشكله، لكن هو ما فكرش، يعني هو ما حسبهاش. انا ذاكر دلوقتي ونشوف هنجيب المجموع ولا لا. جاب المجموع، جاله التنسيق ان هو يخش كليه هندسه جامعه القاهره، بس جه وقف بقى عند النقطه دي. قال لها طب وبعدين؟ طب ما هو القعده في القاهره دي مش ببلاش، ده في سكن لازم يتسكن وفي مصاريف وكده، يعني تعتبر غربه برضه، على اعتبار برضه ان ايه، على اعتبار ان انك لما تعيش لوحدك برضه كطالب لسه اول مره تسافر الموضوع يبقى صعب. فقالت ما تملكت نفسي كده، جيت قلت قال لا هو مش ابويا بيكلم نفسه، يعني مش ابويا كان نفسه من زمان انا ادخل كليه هندسه، هروح واقول له طلباتي كذا 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 1 2 3 يا بابا، وخلال شهر ولا شهرين مثلا انا مسافر رايح لازم اقدم الورق بتاعي ولازم انسق موضوع السكن والكلام زي كده. فعلا دخل على والده الاوضه، ازيك يا بابا عامل ايه؟ راح رمى قدامه كل طلباته. بص يا بابا انا محتاج كذا كذا كذا، ومحتاج في اللبس كذا، ومحتاج عشان قيمه الايجار بتاع السكن كذا، وانا سالته عرفت ان قيمه الايجار هتبقى قد كده لو قعدنا 5 في الشقه. حط قدام والده حسبه كده طويله عريضه بمبلغ ما يعني. خلاص، واول ما خلص كلامه راح خرج من الاوضه بسرعه قبل ما يسمع رد والده عليه. والده بس قال له ربنا ييسر الامور يا ابني، ربنا ييسر الامور. فرمى الكلمه كده قدامه وخرج الولد عبد الرحمن، وقال لي كده ولا كده خلاص انا بلغته وهو بقى حر بقى يشوف بقى، دي مسؤوليته هو، مسؤوليه ابويا بقى. نفس اليوم بالليل كان قايم عبد الرحمن علشان يدخل الحمام. فوالده عنده عاده ان هو لما بيصحى الفجر بيروح يصلي الفجر وبعد كده يرجع يقعد على الدكه اللي بره البيت يشرب سيجاره. ده طبع وعاده والده يعني. فهو خارج عبد الرحمن من الحمام، فبص كده راح شاف من الشباك اللي مقفول بتاع هو ما يوازي الصاله يعني في البيت عندهم، شاف ايه؟ شاف باين ظل والده من ورا الشباك، ان والده قاعد على الدكه يعني، وباين جنبه ظل جدته عيشه جت قعدت جنب والده. فراح مقرب كده عايز يسمع بيقولوا ايه يعني. فجه قرب كده ودانه من الشباك، فبتقول له ايه؟ ها يا ابراهيم هنعمل ايه؟ قال لها هنعمل ايه في ايه يا امي؟ هنعمل ايه في موضوع مصاريف عبد الرحمن؟ قال لها وانت مالك انت يا امي؟ مصاريف عبد الرحمن مسؤوليتي انا. ايوه يا ابني ايوه، ما هو العبد في التفكير والرب في التدبير، يعني خلينا برضو نفكر سوا. قال لها بس ما تشيليش هم، انا كله عايزه منك بس دعوتين كده حلوين وان شاء الله ربك هيسر الامور. يا ابني طب نفكر مع بعض. لا 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 بس اسمع بس اللي بقول لك عليه. تمام. عبد الرحمن سامع الكلام فطبعا متاثر ان هو حاطط احب 2 في حياته مع امه، حاططهم كده في خانه مش لطيفه، مزنوقين ومش عارفين يدبروا الفلوس اللي هو فايه برضه حزت في نفسه، لكن برضه جه قال انا في الاخر ماليش دعوه، في الاخر انا اقول اللي انا عايزه، هم حرين يعني، لو قالوا لي سيب الكليه هسيبها لو صعب عليهم يعني. دخل نام،
عدى اسبوع 2 3 4 قبل ما ينتهي الاسبوع الرابع اللي هو المفروض يسافر فيه القاهره عبد الرحمن عشان بقى يظبط اموره، دخل له والده الاوضه بتاعته، خبط عليه ودخل له كده مبتسم. ايه يا عبد عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه يا ابني عملت ايه؟ سالت عن الاسعار بتاعت البتاع؟ قال له انا قايل لك يا بابا. طب خد الفلوس. راح مديله فلوس، اداله المبلغ اللي هو كان طالبه كله بزياده كمان حاجه بسيطه كده. فانبسط قال له ربنا يخليك يا بابا، بس انت كان الموضوع صعب، انت دبرتهم ازاي؟ انت مالك بقى دبرتهم ازاي؟ مش قلت لك العبد في التفكير والرب في التدبير. خلاص ماشي ربنا يخليك يا بابا. انبسط جدا ودخل الكليه وكان متفوق جدا 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 في الكليه على مدار السنين بتاعتها كلها. كليه هندسه كليه صعبه، واللي دخلها يعني عارف ربنا يكون في عون اخواتنا وزمايلنا اللي فيها يعني. خلص الكليه، قبل ما يخلص الكليه في السنه الاخيره لقى تليفون من والده، الكلام ده من حوالي سنتين. لقى تليفون من والده، ايوه في ايه؟ قال له تعالى ضروري يا عبد الرحمن. هو وهو مغمض كده بيقول انا حسيت عرفت ان هو اكيد يقصد جدتي، في حاجه خاصه بجدتي. سافر على طول من غير تفكير، وصل فعلا لقى عيني جدته في سكرات الموت يعني في المراحل الاخيره. وحتى هي لما شافته كده راحت كأن كده عينيها ضحكت يعني، وراحت ايه، راحت حركت شفايفها بكلمه ايه؟ ضيعيني، الكلمه اللي متعوده دايما تقولها له. فقالت كده وبعدها بنص ساعه راحت اتوفت يعني. فهو بيقول انا طبعا حياتي اتحولت لسواد بعد ما هي توفت، يعني حاسس كده كأن انا فقدت حصن الامان بتاعي. وطبعا امي عياط، وابويا كمان انهارنا كلنا. قعدنا مثلا 10 ايام انا ما سافرتش، فضلت قاعد في البيت، كلنا معزولين تماما عن العالم تماما يعني. لغايه ما في يوم كده برضه صحيت كده في الفجر وقلت مش هينفع الكلام ده، لازم ايه عشان اخليها مبسوطه بيا وعشان كده هي بتفرح بنجاحي لازم انجح في الكليه واخلص السنه اللي فاضله دي. جهز شنطته وقال انا هسافر. جاي يخرج الفجر كده راح بيبص كده، راح لقى ابوه قاعد على الدكه بيشرب السيجاره اللي بعد صلاه الفجر، قاعد كده وسرحان يعني. فجي راح حط الشنط وراح قاعد جنبه بيقول له يا بابا انا مسافر. قال له خلاص نويت؟ قال له اه نويت. طب يا ابني ربنا يا رب ييسر لك الامور. قال له بص يا بابا ربنا يا رب يرحم ستي، انا بس عايز اقول لك على حاجه، انا هخليك دايما فخور بيا انت وهي، وعمري ما هنسى اللي انت عملته عشان دخلني الكليه اللي انا بحلم بيها. انا ما اعرفش انت عملت ايه، بس اللي اعرفه ان انت ما قصرتش وجبت لي كل الفلوس كامله وقفت معايا من الاول لغايه الاخر، وعشان كده انا بقول لك ان انا والله ما هغزلك ولا هغزلها. قال له ما تشكرنيش انا. قال له امال اشكر مين؟ قال له اشكر اللي انت كنت ضايع عينيها. قال له ايه مش فاهم ازاي يعني؟ قال له انت عارف ان الفلوس اللي انا جبتها لك ودفعتها لك لما تخش اول كليه او سنه اولى كليه مين اللي جابها لك؟ جدتك. قال له جدتي؟ انا كنت فاكرك ان انت. قال له انا منين؟ انا راجل موظف بشتغل من 9 الصبح للساعه 5، موظف في البريد، هجيب لك منين؟ ولا هشتغل ولا فين الصحه اللي اشتغل بيها شغلانه ثانيه؟ قال له ستك بقى اللي كان عندها 70 سنه كانت بتنزل الصبح تروح تشتري خضار من الفلاحين وتروح تبيعه في السوق. تمام؟ ستك مش شغلانه واحده، شغلانه واثنين وثلاثه. ستك كانت بتروح تعمل قهوه وشاي قدام المحكمه، عملت نصبت كده قهوه وشاي تمام على قفص كده خشب، وكانت بتقعد تعمل قهوه وشاي للناس قدام المحكمه كل يوم. وانت ما كنتش تعرف الكلام ده. ستك كانت بتخيط، كانت بتعمل خياطه للناس. قال له كل الكلام ده امتى؟ قال له كل الكلام ده كان بيحصل الصبح وانت مش عارف، كانت بتعمله من مصرون ان انت ما تعرفش. وانا لغايه فتره قريبه ما كنتش اعرف يعني، انا عرفت في نص الرحله كده رحت عرفت الموضوع ده. كانت بتقول ضيعيني، عينه ما تتكسرش قدام حد ويخش ويعمل اللي هو عايزه. بيقول طبعا انا وهي بتحكي كده وهو بيحكي لي عن اللي هي عملته، يعني مش عارف احب الست دي اكتر من كده ايه. بس ابويا راح جه قال له ايه؟ قال له ادعي لها يا عبد الرحمن وانجح زي ما هي كانت عايزه، وما تستغربش اللي هي عملته. اي ست يا ابني واي واحده عموما لما بتحب حد بتعمل المستحيل علشان خاطره. بنت حواء بشكل عام لما بتحب حد بتديله اللي محدش يقدر ياخد زيه، بتعمل عشانه اللي هي وعشان بتحبه بتشوفه سهل، لكن اي حد تاني لما يجي يبص عليها بتعمله له هتلاقيه هيقول ان هو مستحيل، ازاي عملت كذا. الضعف بيتحول قوه، والجسم اللين الضعيف بيتحول لجبل يشيل كتير. بنت حواء بشكل عام زوجه، ام، بنت، حبيبه، في كل الحالات ومهما اختلف مسماها ان بنت حواء تحبك دي ثقه ومسؤوليه مفيش بعد كده. دي انسانه قررت وبمحض ارادتها انها تدي لك قلبها اللي لا فيه اغلى ولا اهم منه عندها. عشان كده بتستغرب لما بتلاقي حد بيتفنن في ان هو يذل ويهين ويمرمط انسانه حبته لمجرد بس ان وكانه عايز يقول لها انت غلطانه انك اصلا حبتيني، لمجرد بس ان هو يثبت ان هو راجل او ان هو يقول ان انا ليا السيطره. اجدعها راجل ما يقدرش يعمل اللي تقدر واحده بتحب تعمله، واحده بتشوفه ضيع عينيها.
ما دام وصلت لاخر الحلقه يبقى الحلقه عجبتك. بننتظر دايما رايكم في الحلقات في التعليقات، وبننتظر مشاركتكم لحلقاتنا علشان نوصل لناس اكتر. دايما بنعتز برسائلكم، ودايما بنعتز بتعليقاتكم، ودايما بنتشرف بيها.